بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ايه رأيكم بقى نعمل النهاردة فراخ مشوية في الصينية في الفرن من غير شوي؟ يعني هنعمل فراخ مشوية وهيبقى طعمها زي طعم الفراخ اللي بتتشري جاهزة من بره مشوية زي اللي بناكلها في المطاعم، من غير شوي على الفحم ومن غير شوي على شويات، وكمان هتديكي الطعم بتاع الشوي بالظبط. تعالوا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا هنا إيه فرخة الا ربع، يعني وراك صدور اللي انت عايزاه اعمليه. تمام. غسلتها ونقعتها كويس قوي في محلول النقع اللي هو بيبقى سكر وليمون وملح وميه ويعود قرفه، ولو قشر سفندي او برتقانه والكلام ده، وحطيه في الميه كله وحطي فيه الفراخ وسيبيها معاكي يعني اقل حاجه ساعه. بتضيع اي زفاره واي حاجه فيها مش مستحبه، وتبقى زي الفل. وبعدين هقطعها كده، اعمل فيها فتحات عكس الانسجه، وهسيبها تتصفى كويس من الميه. وبعدين بقى هعمل التتبيله بتاعتي اللي هي بتديكي طعم الشوي، ما شاء الله بتديكي طعم الشوي زي الفراخ اللي بتشتريها من بره بالظبط الجاهزه، بدون شوي بقى ولا اي حاجه. معايا معلقه كبيره من العسل، عليها معلقتين كبار من الكاتشب. بصوا التذاكر الكاتشب اللي هي بتتشري انا جبت ب5 جنيه، الواحده ب2 جنيه او بجنيه مش عارفه، ب5 جنيه، فادوني ايه حوالي معلقه كبيره كده او معلقتين، على معلقه عسل اسود كبيره. دولت الكاتشب والعسل الاسود، دول بديل الصويا صوص والباربيكيو. هي دي الحاجات اللي بتتحط على الفراخ اللي بتتشري من بره وبتبقى مديها طعم الشوي خالص. تمام، دول البديل بتاعهم. جربوهم وهتعرفوا الفرق ازاي في طعم الفراخ هتبقى عامله ازاي. تمام. حطيت عليها كمان معلقه خل كبيره ومعلقتين كبار من الزيت، والبهارات بتاعتي معلقه فلفل اسود ومعلقه ملح صغيره ومعلقه كبيره من 7 بهارات او بهارات الفراخ. تمام. هقلب ده كله بقى في بعضه كويس، وبعدين هنزل بيهم على الفراخ واقلبها كويس بقى ببعضيها، وادخل التتبيله في الفتحات ديت واشربها كلها ببعضها. وبعدين هنزل عليها بقى بالخضار بتاعي. حلاوتها بقى هنا في البصل بتاعها الكتير، يعني هي لو اتعملت ببصل بس، البصل ده بيتكرمل معاها كده، بيبقى بيودي الفراخ في حته تانية. عملت حوالي 3 بصلات كبار، قطعتهم جوانح كده صغيره. تمام. وطماطمايه واحده كبيره او طماطمتين وسط صغيرين، هقشر القشر بتاعهم واقطعهم مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، وقرن واحد بس من الفلفل وفص كبير من الثوم، بس كده. هنزل بالخضار كمان مع التتبيله واسيبه معاها عشان ايه يشرب كمان كله من التتبيله. اسيبها بقى في التلاجة اقل حاجه ساعتين عشان الفراخ تتشرب من التتبيله دي كويس، او ممكن تتعمل من بالليل وتبات في التلاجة عادي، هيكون افضل، يعني هتتشرب اكتر من التتبيله. وحته البطاطس بقى دي اختياريه، يعني عايزه تحطي بطاطس تمام، مش عايزه خلاص. انا عملت بطاطستين شرايح كده، شرايح عريضه شويه عشان تتحمل تاخد التسويه بتاعه الفراخ. وقطعتهم وحطيتهم حطيت الخضار الاول في الصينيه من تحت، وبعدين البطاطس شويه من الخضار، وبعدين بقى هحط الفراخ وانزل بقى بقيه التتبيله والخضار فوقها من فوق كده، واحط عليها نص كوبايه ميه بس، نص كوبايه بس، لان الخضار هينزل ميته وهتستوي باللي فيها. وبعدين بقى بالفويل واغطيها كويس، او بغطا حله يكون على قد الصينيه كده حابك، واغطيها كويس بيه. تمام. وادخلها الفرن على الرف الاوسط. ما بولعش الشوايه غير في الاخر خالص. تمام. هتقعد معاكي حوالي ساعه، ساعه ونص في الفرن على نار تكون يعني وسط كده مايله للهاديه. واول ما احس ان هي استوت ابدا اشيل طبعا هتابعها، اشيل الفويل من عليها وابدا ان انا احمر الوش. هتديكي الوش المتحمر ده بسبب العسل الاسود، وش حكايه. والطعم كمان هنعمل معاها بقى شويه رز بسمتي. تمام. بصوا، انا حطيت هنا حله على النار، حطيت فيها الشوربه بتاعتي. الرز البسمتي انا مش بحب احط له بصل ولا اي حاجه تانية، هو شوربه بس والبهارات بتاعته. حطيت الشوربه، الرز البسمتي كل كوبايه رز بتاخد كوبايتين شوربه او ميه سخنه، لازم تكون بتغلي وتتحط على النار. وهنزل فيها البهارات بتاعتي دي بتبقى تذكره كده بتشتريها من عند العطار، بتيجي مع الرز. يعني انت لما بتشتري الرز قولوا له انا عايزه البهارات بتاعتها دي. البهارات كلها مطحونه، فيها اللومي وفيها القرفه وفيها كل حاجه، بس كل حاجه مطحونه يعني. تمام. هعمل هنزل هاخد معلقه كبيره منها على معلقه صغيره من الملح. تمام. معلقه صغيره من الملح يا دوبك مساحه. بصوا كوبايه الرز بتاخد نص معلقه صغيره بس من الملح. تمام. هنزل بقى بالرز لما الميه تغلي واقلبه كده واسيبه لحد ما ايه
ي- بصوا بقى لما الميه نشفت من عليه، هسيبه بعد ما الميه تنشف حوالي ربع ساعه بس يتشرب، وهيبقى معاكي مفلفل وزي الفل. ما تزوديش ميه او شوربه عن كده، هو كده مظبوط. بس الفراخ بقى بتاعتي بعد ما طلعت، شوفوا اللون عامل ازاي. ده من معلقه العسل الاسود اللي احنا حطيناه. تمام. هغرب بقى في الاطباق. بصوا انا هحط الرز في القوالب دي يعني كشكل كده او في اي طبق. تمام. وبعدين هقلبها كده في الطبق، واحطي بقى الفراخ بتاعتك وشرايح البطاطس. واهم حاجه بقى ايه، ما تنسيش شويه الخضار مع الصوص، دول احلى حاجه ممكن تاكلي بيها الرز او عيش او اي حاجه. تمام. طعمهم حكايه ما شاء الله. اللي جربوا طريقه الفراخ دي والله هتدعولي عليها، يعني لا شوي ولا محتاجه بقى شوايه ولا فحم ولا كلام من ده. العسل الاسود والكاتشب هيدوكي الطعم بتاع الصويا صوص والباربيكيو، وطعم الفراخ المشويه اللي بتشتريها جاهزه هتبقى ما شاء الله عليها. يعني بصوا صنف كده يتعمل في العزومات يشرفك قدام ضيوفك، وسريعة ومنجزة وما شاء الله الله أكبر عليها، ما شاء الله تحفة. يا ريت بقى اللي يشوف الفيديو منكم ويعجبه ويجرب الطريقة دي وتعجبه كمان، ما ينسانيش من صالح دعائهم. ودعوة حلوة كده في ظهر الغيب، وأنا بحاول إن أنا أقدم حاجة باستفاضة كبيرة، وبقى التكاليف والمصاريف كمان نظرا للغلاء اللي احنا فيه. وربنا يعيننا كلنا يا رب، ويدومها نعم علينا ويحفظها من الزوال، اللهم امين. كل سنة وانتم طيبين يا رب بألف خير.